السر اللي بيخلي الكوارع تدوب زي الزبدة مع ورق العنب من أول ما تنضفيها وتعملي منها شوربة، ومش هترمي ميتها ولا أي حاجة، مع خلطة جبارة تطلع معاكي أحلى طاجن ورق عنب بالكوارع من غير فرن ولا شواية وعلى البوتاجاز وفي خطوة واحدة بس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأول عشان تاخدوا كوارع نظيفة كده وبيضة زي القشطة، في طبق هنحط فيه مية، معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من السكر، معلقتين كبار من الدقيق، ونص معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم أو البيكنج صودا أو الكربوناتو أو زي ما بتسموها. هننزل فيها الكوارع بتاعتنا اللي احنا برضو قبلها شاطفينها بمية جارية من الحنفية من غير أي حاجة، مع عصرتين ليمون كده كويسين قوي بقى من اللي قلبك يحبوه. لازم نسيب الكوارع بتاعتنا في المحلول ده مش أقل من نص ساعة، وعلى حسب درجة اللون بتاعنا نطول في الوقت لحد ما ناخد كوارع بتدوب وبيضة زي القشطة زي ما انتوا شايفينها كده. بعد ما ننقعها تقريبا نص ساعة أو ساعة إلا ربع، ناخدها تحت مية جارية نشطفها كويس قوي لحد ما يكون ما فيهاش ولا نقطة لون مش حلوة، ولا فيها أي زفارة ولا أي ريحة ولا رغوة ولا أي حاجة. الخطوة دي هي اللي مش هتخليكم تحسوا بأي زفر في الكوارع بتاعتكم. حلة فيها مية بتغلي، أول ما المية عندي غليت رفعتها من على النار وهبدأ إن أنا أنزل الكوارع بتاعتي فيها. احنا مش هنرمي الشوربة ولا أي حاجة، محلول النقع اللي احنا عملناه كفيل يضيع أي زفارة موجودة في الكوارع بتاعتنا. طماطمايه، فلفله متقطعه وبصلايه، ورقتين لورا وثلاث فصوص من الحبهان ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود. الكلام ده كله هنغطيه ونرفعهم على النار ساعه ساعه ونص بقى لحد ما يطلع عندنا احلى شوربه كوارع ممكن تعملوه. وبقى مش هنقعد كل شويه نكشفها ونقلب فيه، لا، احنا هنحطها ساعه يبقى هنقلبها بس مرتين جوه الساعه دي. هنحطها ساعه ونص، عارفين ان الكوارع مثلا بتاعتنا كبيره وبتاخد وقت، برضو هيكون كل نص ساعة مرة واحدة بس تقليب. جهزت عندي وبردتها على جنب. هاخد الكمية بقى اللي انا عايزاها، خدوا قطعة خدوا 2 زي ما تحبوا القطعة، سقعوها شوية في التلاجة علشان تبقى سهلة معاكم في التقطيع ويبقى قوامها حلو. ولو لسه واصلين لحد هنا بقى ومكملين قولولي انت من انهي نوع، اللي شايفين ان الكوارع دي حاجة حلوة وعظمة، ولا بتوع ياي ومامي وبابي. دلوقتي بقى في طاسه فاضيه حطيت بقى شويه من الزيت وحتتين كده من اللي الضاني، نزلت عليهم ببصله ناعمه مبشوره، نص فلفله صفرة، طماطمايه صغيره، و3 قرون بقى فلفل سبايسي. عايزه اقول لكم ان دول لوحدهم بينقلوا الطعم في حته تانية. مش هيدوا شطه كتير زي ما انتم متخيلين، ولكن هيدوكم تيست حلو قوي وريحه خطيره. نزلت معلقه صغيره فلفل اسود، توم بودره وبصل بودره وملح مش اكتر من كده. هنشوح ميكس الخضار بتاعنا كويس قوي لحد ما ينزل تقريبا كل العصارة اللي فيه، وبعدين هننزل عليه الكوارع اللي قطعناها وعلى نار هادية بقى. هنسيب الكلام ده ياخد مجراه كده ومصيره 10 دقايق او اقل حاجة خالص 7 دقايق، مش اقل من كده، علشان الكوارع بتاعتنا ننزل كل العصارة اللي فيه. ورق العنب بقى الحلو بتاعنا ده هتكونوا محضرينه بالطريقة اللي تحبوه، وهسيب لكم لينك في اول كومنت لطريقة ورق عنب حلوة قوي هتعجبكم جدا. بعد ما رصيتها بقى في الطاجن بتاعتي هبدأ ان انا اخد خليط الكوارع بقى بالخضار بتاعنا ده. عايزه اقول لكم لو الريحه واصله لكم كنت جيتوا دلوقتي حالا، ريحتها خطيره، حلوه حلاوه ما حصلتش. رصيت كلهم بقى كده زي ما شفتوهم. كل طاجن هنولع عليه على النار لمده من 3 ل5 دقايق بالظبط. اول ما يبدأ يبقبق بقى كده والريحه والأطعم بتاعتنا تدخل مع بعضها والطاجن بتاعنا يتشمع، هنشيله من على النار وعلى المعده على طول. وما تنسوش بقى ان انتوا لو وصلتوا لحد هنا ومكملين، اللايك والشير يا حلوين، وصحة وهنا.